حسن يا جماعة، لو استوردتوا العالم الثالث هتبقوا زي العالم الثالث. الكلام ده ما بقاش عنصري، ما بقاش تصريح مستفز زي زمان. أنا عرضت لكم الفيديوهات دي كتير قبل كده، والغرب حرفيا بيتردم بالزبالة لحد ما بيتدمر قدام عينينا. ده شرق لندن. هما بيعملوا تصرفات العالم الثالث قدام عينينا من غير خجل. عمري ما شفت واحد أبيض بيعمل كده بالشكل الواضح ده، أبدا عمري ما شفتها. بصوا كده، ده شرق لندن. بالله عليكم، الراجل ده حرفيا رمى الحاجة. الراجل ده رمى ورقة التغليف قدام عينينا. بصوا كده، معاه حاجة في إيده وفجأة يرميها على طول. هنا الكلام ده ما يتألفش. أيوه. بص على ده، مش بس هناك، بص على ده، الموضوع في كل مكان. أيوه، دي منطقة مسلمة، وبالذات دي منطقة بنجلاديشية. خليني أوريك أكتر. أنا متأكد إنك شفت الفيديوهات دي قبل كده، بس أنا معايا فيديوهات جديدة. معايا فيديوهات جديدة ولسه طالعة كمان من أستراليا برضو. ماشي؟ أنا متأكد إنك شفت الفيديو ده. أظن ده شارع جرين، يمكن ده إلفت، مش متأكد، مش مهم. دي منطقة مسلمة زي ما أنت شايف، مفيش ولا شخص أبيض في المكان. أول ما الناس البيض يمشوا المكان بيبقى زفت. بص على ده، بص على ده، بص على ده، بص على حالة المكان ده، بص على ده. صناديق الزبالة مليانة وبتفيض. وعارف ليه حتى المجالس بقت زي العالم الثالث؟ عشان أغلب الموظفين كمان من العالم الثالث. معظم الناس في المجلس ده أيا كان المجلس هتلاقي فيه ناس من بنجلاديش وباكستان، وكمان بيبقوا مش بيعملوا شغلهم زي الناس. تمام؟ يعني انت شفت الفيديوهات دي قبل كده، فيديوهات زي دي. بص على ده. المدينة دي في المملكة المتحدة. بص على حالتها الزفت دي. مش غريب، البلد دي بايظة، الناس الوسخة المعفنة دي وكمان ريحتها وحشة. مقرفين قوي. بس يا نهار اسود يا رب. بص على السلم ده. انت اللي تهجير، ولاد الكلب الوسخين. دي لسه المملكة المتحدة، بس عندي أكتر، ما تقلقش، عندي فيديوهات جديدة. أنا بس بشغل الفيديو ده للناس اللي بتتفرج على الفيديوهات دي لأول مرة. يا جماعة، ده جنينة جنب طريق دادلي في برمنغهام عند وينستون جرين. دي جنينة أطفال. بصوا على ده. لا تنسوش يا جماعة، ما تنسوش تدفعوا رسوم منطقة الهواء النظيف. أيوة، وكمان ضريبة المجلس المحلي بتاعتكم. ادفعوا ضريبة المجلس المحلي بتاعتكم، عارفين؟ عشان الناس تيجي وترمي الزبالة كلها. بصوا على ده. دي حديقة أطفال. ما كانتش كده يا جماعة، ما كانتش كده. لما البلاد دي كانت أغلبها ناس بيض ما كانتش بتبقى بالشكل ده. آسف يعني، في ناس مننا كبار كفاية وبيفتكروا الأيام دي، وفي ناس مننا يعني المملكة المتحدة بقالها زمن وهي بتنهار، بس اللي بيحصل ده ابتدى يحصل في أستراليا كمان. استنوا، عندي فيديوهات تانية، فيديوهات أكتر من أستراليا. أول ما خلص مع المملكة المتحدة، المملكة المتحدة كانت نصيبها الأسوأ. يعني غير إنك ممكن تطعن أو تتعرض للاغتصاب أو إن معدلات الجريمة بقت عالية جدا، وكمان تتضرب بالشكل ده. بص على ده، بص على ده. المسلمين بيضربوا، مش هعرض لك الفيديو ده، المسلمين بيضربوا راجل أبيض لوحده في بريطانيا، شخص بريطاني عادي. غير كل ده، غير الإرهاب، غير الجرائم الجنسية، غير الاستفزازات اليومية، وهم كمان مخلين الشوارع تبقى زبالة. بص على ده، دي برادفورد. هيكون في كتير شوية. انا هكون كتير شويه. ده برادفورد. انت فاكر ده لاهور؟ انت فاكر ده اسلام اباد؟ مقرف. وانتوا حتى مش مسموح لكم تتكلموا عن الموضوع ده يا جماعة. مش ده مضحك؟ مش مسموح لكم حتى تتكلموا عن ده. في فيديو كمان انا بس بحاول الاقيه. اوكي، مش لاقي الفيديو ده. في حرفيا مئات من الفيديوهات دي يا جماعة، مئات من الفيديوهات دي.
بصوا على ده ساوثهامبتون. انا هكون دي اول نسخة. جه بقى بالباكستاني. طيب احنا في القرن ال31، يعني ايه باكستان اصلا؟ طيب مش عايز بقول لكم هو ده، بقول لكم ده جزء من ثقافتهم. هتشوف أماكن كتير زي دي في باكستان. الناس في باكستان بيؤمنوا بتنظيف بيوتهم. الناس في باكستان بيهتموا إن بيوتهم تبقى نظيفة، بس مش فارق معاهم الشوارع. بص كده، هم فعلا مش فارق معاهم. وعلى فكرة مش باكستان بس، ده تصرف منتشر في دول العالم الثالث كلها كده. وباريس مش مختلفة برضو. دي باريس يا جماعة زمان كانت مدينة الرومانسية، بقت مدينة زبالة دلوقتي. بروكسل مش مختلفة، فيينا كمان. كل حاجة بقت زفت. ليه؟ عشان الغرب افتكر إنه عادي يستورد ناس من العالم الثالث. هروح لفيديو في أستراليا كمان شوية، بس خليني أوليك ده كمان عشان ده مهم. وده فيديو جديد على فكرة، جاي مباشرة من المملكة المتحدة. في واحد زهق واتضايق من الزبالة اللي بتظهر في منطقته، فشغل طائرة مسيرة وبص على ده. شوف لقى إيه؟ شوف لقى إيه؟ ده تصوير بدرون. السلطات بدأت تحقيق في موقع نفايات غير قانوني ضخم في برادفورد بعد ما اكتشفوا آلاف الأطنان من الزبالة المنزلية والتجارية المختلطة على أرض في شارع ميدلاند. وكالة البيئة بتقول إنهم استلموا بلاغات يوم 1 يوليو، ولما الضباط راحوا لقوا اللي وصفوه بعملية رمي نفايات غير قانونية كبيرة جداً. الوكالة دلوقتي بتشتغل مع مجلس برادفورد وشرطة ويست يوركشير وخدمة الإطفاء والإنقاذ في ويست يوركشير عشان يحددوا المسؤولين ويقيموا أي تأثير بيئي. المحققين كمان بيحاولوا يوصلوا لصاحب الأرض عشان يتأكدوا إن المكان متأمن كويس. المسؤولين بيناشدوا أي حد عنده معلومات عن تحركات نفايات مشبوهة أو نشاط في المكان إنه يتقدم ويبلغ. هم بيقولوا إن جرائم النفايات بتضر المجتمعات وبتأذي البيئة، وحيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي حد يثبت إنه مسؤول عنها. أيوة بس مش هيلاقوهم يا جماعة، لأن لما الناس بيتلاقوا، لما حد بيرمي حاجات بشكل غير قانوني مفيش حاجة بتحصل. بصوا على ده حصل في ديربي. راجل هندي وحط كل ده تاني في العربية. حط ده تاني في عربيتك دلوقتي. هو ده كله تاني في عربيتك دلوقتي. ده مش بتاعي. لا هو بتاعك، أنا لسه شايفك بتعمل كده. لا ما عملتش كده، رجع كل حاجه مكانها. أنا لسه عندي كاميرات داش في عربيتي. رجع الحاجة دي مكانها هناك، وبعدين تمشي بالعربية. ماشي. رجعه مكانه تاني. شايف ده؟ دي حاجة ثقافية يا جماعة، بقول لكم دي حاجة ثقافية. أول حاجة أنكر، قال إني معايا كاميرا، عنا تسجيل من الكاميرا الأمامية هناك، أنا شفتك، رجعها مكانها. وبعدين قال وبعدين يعني مش هعمل كده. أنا عارف الثقافة البنجابية دي، هو في دماغه بالبنجابي كان بيفكر كده، مش هعمل كده. وإيه يعني؟ هتعمل إيه يعني؟ بس هو ما قالش الكلام ده بالإنجليزي. الكلمة الوحيدة اللي طلعت من بقه كانت بعدين. بس الشخص الأبيض افتكر إنه كان يقصد طيب أول ما حطها في العربية وبعدين، مش لو ما عملتش كده وبعدين. فالمهم هو قال له امشي بالعربية وخلاص. أنا لسه شايفك بتعمل كده. لا انا ما خدتهاش، انا ما عملتش كده. ارفع موبايلك. لا مش لازم. ارفع الباب الخلفي هناك. شوف التراب اللي على الطوب ده. لا ده مش بتاعي. انت تقدر تعملها؟ أنا لسه شايفك بتعملها. أنا لسه شايفك عملت كده. لو عايز ممكن تتفرج. هناك كل البلاطات المكسورة. بص. لسه عندك. أنا مسكتك وأنت لسه بتعملها. بص. انا ما اعرفش. عملت كده؟ يبقى هناخد صورة ليك وأنت بتعمل كده. صورة حلوة لوشك وأنت بترمي الزبالة. صورة حلوة لجنبك. على طول لمجلس منطقة جنوب دربشير. أيوة عملت كده. مش وأنا موجود يا صاحبي. وكمان هناخد رقم رخصة التاكسي بتاعك لو قدرنا نجيبه. بلا خجل. في واحد بيرمي زبالة في الشارع وتمسك وهو بيعمل كده. مش وأنا موجود. تخيل إيه؟ ولا حاجة حصلت، لأن أظن الكاميرا اللي في عربيته ما كانتش شغالة. لا وغير كده كان شغل الفيديو بتاعه. وهو بيرمي الحاجة هناك. طيب اللحظة اللي كلكم مستنيينها بدأت تحصل في أستراليا. يا جماعة
دي بلدي، أنا عارف. ده بقول لكم، ده عمره ما حصل قبل كده. ده عمره ما كان بيحصل في أستراليا. أبدا أبدا أبدا، عمري ما شفت حاجة زي كده. اللي حصل ده كان في تارنت، واللي عايشين حوالين ملبن هيعرفوا إن المنطقة دي أغلبها هنود. إحنا كمان بقينا نشوف دلوقتي ضواحي في ملبن، وممكن كمان في سيدني اللي بدأ فيها نزوح السكان البيض. المهاجرين بينتقلوا للمنطقة وما بتشوفش هناك غير المهاجرين، ولما يبقى بس المهاجرين موجودين هناك بيجيبوا معاهم حاجاتهم اللي تخص المهاجرين كمان. شوف ده. دي تانية يا جماعة، اسمها الهند الصغيرة. المؤسس بيرمي حاجات في الشارع، المؤسس بيرمي. بص عليها، في تنوع كبير وفي إثراء ثقافي كبير. بص على المنظر التقليدي بتاع دول العالم الثالث ده. ممكن تفتكر إنها مجرد زبالة مرمية على جنب الطريق من ناس سيئين جدا، لكن لا، أنت بس عنصري. ده تنسيق شوارع أفريقي وهندي تقليدي. ده اللي بيحصل لما المدينة اللي اتربيت فيها تتملي بالإثراء الثقافي والتنوع. بص على ده، جميل جدا. ليه حد ممكن يحب يكون حواليه ناس بتفكر زيه وعندهم شوية احترام للبلد اللي عايشين فيها؟ بص على الشرف ده، بص على ايش بالقذارة دي. قذارة بمعنى الكلمة. أي حد يتلاقى بيرمي زبالة بالشكل ده لازم يتعدم أو يطرد من البلد، أيهما أرخص؟ يطرد. أنا زهقت من التظاهر إن في ناس في البلد دي فعلا يستحقوا يكونوا هنا وهم ما يستحقوش. الموضوع مش مضحك. أنا ما بقتش فارق معايا خالص نادي عليا بأي اسم يعجبك. يا يطردوهم يا يعدموهم، ولو كانوا استراليين يقتلوهم لو هيعاملوا البلد بالشكل ده. ده مش الأستراليين ما بيعملوش كده، ما بيعملوش كده، عمرهم ما عملوا كده، ما بيعملوش كده. أنا عارف ده، إني ما بعملش كده. أنا عشت هنا طول حياتي كشخص بالغ، أنا ما بعملش كده. هم استيراد رخيص قوي وبيصوتوا الحزب العمال. اطردوهم بره البلد، ما تدوهمش اختيار، نقول لهم يا اما نطردكم يا اما نعدمكم. بص على القذاره دي كده، شوف الوساخه دي. ايه القرف ده؟ الموضوع مش بيخلص ابدا. ايه بص على ده. يا ساتر، انت محتاج زباله اكتر؟ ده اكتر شبه تنسيق الحدائق في دول العالم الثالث. بص على ده يا راجل، انت فعلا زفت. دي كانت مزارع ونسطيه، ودلوقتي بقيت مقلب زباله للناس الهبله. بص على ده. انا بقالي دقيقتين ونص بصور القرف ده. بص عليه يا اخي. المسخين دول يا ولاد الكلب. وعارف إيه اللي البوليس هيعمله؟ غالبا هيقبضوا عليه عشان كان بيصور وهو سايق. قذارة بمعنى الكلمة. اللي احنا بنسمح لأي حد يعامل بلادنا بالشكل ده عار علينا بجد. مخزي. أيوه. أكيد ده ما كانش هندي عشان فيه حمام هما ما بيستخدموهوش. ممكن يكون واحد أبيض ابن وسطى. الشخص ده بص عليه قريب كده من الطريق. الأشكال الوسخة دي مش فارق معاهم خالص. مش فارق معاهم خالص. لو دي معاملتهم بأرضنا تخيل هيعملوا إيه في بناتك. يا نهار اسود، البلد دي راحت في داهيه. الناس بتتكلم، الناس واخدة بالها من الفرق يا جماعة. بص على ده، دي كندا. انتوا عارفين ان ده ممنوع جدا؟ انتوا عارفين ان اللي بتعملوه ده ممنوع جدا؟ ايه السلام عليكم.
انتوا بتصطادوا سمك بالشبك صح؟ انتوا بتصطادوا سمك بالشبك وده ممنوع تماما. تدخل السجن عشان كده. فاهمين الكلام ده؟ هاي بصوركم بالفيديو بعد شوية. ايه اساميكم؟ بدل ما تتعصبوا وتدافعوا عن نفسكم يا جماعة، كل الناس من دول العالم الثالث اللي بياخدوا تأشيرات أصلا ما كانش المفروض ياخدوا تأشيرات. وأنا بعرف هنود كتير. في واحدة هندية بعتت لي رسالة قالت لي: هاري السلطان، هما فعلا بيجيبوا الفلاحين ناس ما كانوش حتى يقدروا يدخلوا مومباي أو دلهي. الناس دول بيجيبوهم على دول العالم الأول وبيسيبوهم هناك. أنا بقولك إن في هنود كتير مش مبسوطين من الموضوع ده برضه. بص على ده، تيك توك مليان فيديوهات بتوري القذارة اللي بيعملها الهنود في الخارج وقت الدوالي. الأيام مش بعيدة لما البلاد الأجنبية تبدأ تقفل أبوابها قدام الهنود. بص على ده. بص على ده. ده الديوالي في باركينج عشوائي وهم سايبين الزبالة هنا. المفروض ما تعملش كده، لازم تروح الأماكن المخصصة وده اللي المفروض تعمله. وكمان لازم تكون مسؤول وتنظف ورا نفسك بعد ما توسخ المكان. بس هما فاكرين إن ده كده خلاص، عشان في بلاد العالم الثالث مفيش أماكن مخصصة، بتروح في أي حتة بتعمل اللي أنت عايزه. ونفس الناس دي هما اللي بيجوا هنا، دول مش من نوعية سوندر بيتشاي، دول مش أحسن ولا أذكى الهنود، دول حرفيا ناس جايين من القرى. بص على ده. وبعدين واحد هندي بدل ما يرد على ده، بدل ما يتحمل المسؤولية أو يحس بالإحراج، بص على ده. هما بيقولوا بص على ده، ده تايمز سكوير في نيويورك. شايف الناس دي؟ شايف السور ده؟ ده معناه إن المكان ده كان مخصص، عشان كده أسهل تعمل فوضى هنا وبعدين تنظف. بس الأهبل ده مش هيفهم. عشان كده في كره يا جماعة، عشان كده الكره بيزيد ضد ناس العالم الثالث. عشان كده بص على ده. الصبح بعد الألعاب النارية بتاعت يوم كندا، بص خد بالك إن ده بارك، ده مكان مخصص يا أغبياء. أغبياء رحلوا يا جماعة، رحلوا قبل ما احنا الدنيا كلها تبقى زفت. احنا رايحين، هيبقى في اضطرابات مدنية، هيبقى في حرب أهلية في كل بلد، لأن التعددية الثقافية مش نافعة.